عمرك حسيت انك انت واقف في نفس المكان، كأنك بتلف في دواير؟ كل مرة تحس انك ولا عملت ولا اي حاجة، عمال بتجرب وبتحارب وبتجري وتعافر، بس كل مرة بتحس انك ما عملتش اي حاجة. ويمكن دلوقتي بتقول لنفسك انا فشلت، انا ضيعت وقتي، انا مش هعرف ابدأ من جديد. بس انا هنا عشان اقولك لا، ما فاتش الوقت. طول ما انت عايش لسه قدامك فرصة تبدأ من جديد. اول خطوة، اعترف انك تايه. ده مش ضعف. بص يا صديقي، مفيش حد في الدنيا ما بيتوهش ولا حد ما بيغلطش، بس المشكلة هنا انك تفضل مكابر ورافض تعترف انك تايه. ده عامل زي اللي ماشي في طريق غلط ورافض يعترف، هيفضل يبعد اكتر واكتر واكتر عن الطريق الصح. لما تعترف انك محتاج بداية جديدة، ده مش معناه انك ضعيف، لا، ده معناه انك شجاع. كفاية انك تقف وتقول انا غلطت ولازم اغير ده. تاني خطوة، فكر بس ما تطولش. بعد ما تعترف انك محتاج بداية جديدة، خد وقتك وفكر واسأل نفسك ايه الغلط اللي انا عملته، ايه اللي خلاني اوصل لهنا، إيه اللي انا محتاج اغيره فعلا. بس خد بالك، التفكير مهم، بس لو فضلت تفكر وتفكر من غير ما تتحرك، مش هتتحرك ابدا. ما تخليش التفكير يشلك، خليه يحركك. تالت خطوة، ابدأ بخطوة صغيرة. اكبر غلطة ناس كتير بتعملها ان هي بتبقى عايزة تغير كل حاجة مرة واحدة، وده اكبر غلط. ابدأ بحاجة بسيطة تقدر تعملها النهاردة، زي انك انت مثلا لو شايف ان حياتك فوضى، ابدأ بترتيب مكتبك. لو حاسس ان علاقاتك باظت، صالح نفسك الاول. لو شايف انك ما عملتش حاجة مفيدة، ابدأ في انك انت تتعلم حاجة جديدة حتى لو لمدة 10 دقايق. السر هنا مش في انك انت تبدأ بقوة، السر في انك انت تبدأ وتستمر. رابع خطوة، اتعلم من اللي فات. الماضي كله وجع وكله ندم، وفي حاجات كتير تتمنى لو ترجع تغيرها. بس بص، الماضي مش عدوك، الماضي معلمك، معلمك القوي. كل مرة وقعت فيها، وكل مرة غلطت فيها، وكل مرة حسيت نفسك ضعيف، دي دروس لو ركزت فيها هتتعلم حاجات كتير هتخليك أقوى بكتير. بدل ما تقول لو كنت عملت، ولو ما كنتش عملت كده، ولو كنت عملت كده، المرة دي قول بطريقة مختلفة أنا اتعلمت واللي جاي هعمله بطريقة تانية خالص. رقم 5، صدق إنك تقدر. ممكن دلوقتي تكون حاسس إنك مش قادر، وإنك تعبت من كتر المحاولات، وإن كل حاجة حواليك بتقولك مفيش فايدة. بس أنا عايزك تعرف حاجة مهمة جدا، كل مرة بتقوم فيها بعد ما بتقع دي علامة قوة مش ضعف. كل نفس بتاخده ده فرصة جديدة، لخطوة جديدة، لنجاح جديد، لحياة جديدة. أنا مش عارف أنت مين ومش عارف ظروفك إيه، بس أنا واثق في حاجة واحدة، لو أنت فضلت تسمعني لحد هنا يبقى أنت لسه عندك أمل، وأنا بقولك تقدر. اوعى تصدق أي صوت جواك يقولك فات الوقت، لأن الحقيقة أنت لسه في بداية جديدة، وممكن تكون أجمل من كل اللي فات. فاسمعني كويس، اختار نفسك، اختار انك تبدأ، اختار انك تكمل، لانك تستاهل تعيش حياة افضل.